قبل ما نبدأ كلام نصلي على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الحمام المحشي. أنا هحشي فريك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا ما فيش أسهل من كده. أول حاجة هنا معايا الفريك، أنا غسلاه كده كويس، يعني غسلاه كذا كذا مرة لحد ما المية بتاعته اللي بتنزل منه بتبقى شفافة بالشكل ده. هحط عليه فلفل أسود، هحط عليه كمان ملح، وحط عليه معلقة كبيرة سمنة بلدي أو زبدة على حسب المتوفر عندك. وحط عليه حبة مية كده، المية تكون بسوى الفريك بالشكل اللي انتوا شايفينه زي ما موضح قدامكم كده اهو. هنا حسيت المية قليلة شوية، هجيب حبة مية كمان بالشكل ده، واحطه على نار هادية جدا، شمعة كده عشان يبقى مفلفل معايا وجميل. شايفين هنا النار تكاد لا تكون، تكاد ما تكونش شمعة كده، حاجة صغيرة خالص. واسيبه كده لحد ما شايفين هنا بعد ما تشرب اهو. بسم الله هغطي عليه كده واسيبه لحد ما يستوي تماما. بعد ما استوي معايا كده شكله مفلفل وجميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي احسن طريقة لتسوية الفريك، احنا معتمدينها عندنا في البيت كلنا، يعني معتمدينها من زمان، طريقة ست الله يرحمه. هنا معايا الحمام كده غسلاه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اجيب الحمام كده قدامي وبهاره بملح وفلفل من جوه وادعكه كده كويس جدا، اظبطه كده كويس، احط كل حمامة تحتها القنصة بتاعتها. طبعا حكاية الملح والفلفل دي لازم نبهره من جوه بملح وفلفل بالشكل ده. ادعكه كده كويس. هنا بعد ما دعكته ملح وفلفل اسود هبتدي احشيه. طبعا هنا الفريك كان لسه سخن، بس الحمد لله تغلبنا على الموقف وحشيناه بالشكل ده. انا بحط كده بالمعلقه وازق بصباعي الكبير ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بزقه كده لجوه لحد ما املى الحصله بتاعت الحمامه. طبعا ما فيش اسهل من كده. عايزه اقول لك كمان ما تكتريش حشو في الحمامه عشان ما تفرقعش معاكي اثناء التسويه. هنا بعد ما حشينا الفريك احط القنصه كده من تحت عشان الشوربه ما تدخلش جوه الفريك. بعد كده هكتف الحمامه زي ما انتم شايفين، ما فيش اسهل من كده. بعد كده هتني الجناح وراها، بيبقى شكلها حلو قوي قوي في التقديم بالشكل ده. واكمل باقي الكميه. هنا بعد ما خلصتهم طبعا احطهم في الشوربه، بس لازم الشوربه تكون مغليه. انا بحب الشوربه هنا احط لها فص ثوم، اشوحها كده في السمنه واحط عليها الميه واحط اي بهارات بتحبيها بقى. انا بحط ملح وفلفل اسود، واحط كمان بابريكا، لو في كبابه صيني بحبها جدا في الشوربه. اسيبها تغلي كده، بعدين احط الحمام فيها. لازم تغلي عشان لو الحمام في اي قطع ولا كده يقفش من الميه المغليه وما يفرقعش معايا في الشوربه. واسيبها هنا لحد ما يستوي تماما. هو بياخد زي 45 دقيقة او يستوي، يعني زي ساعة الا ربع بالشكل ده. هغطيه كده واسيبها يستوي، وبعد ما يستوي هخرجه وارشه ملح وفلفل اسود واحمره زي ما انتم شايفين كده. جبت معلقة سمنة على زيت، زبدة سوري على زيت، وحمرت فيها الحمام بالشكل ده من جميع الجهات كده، واقدمه يبقى شكله جميل جدا. زي ما انتم شايفين بقلب كده من جميع الجوانب عشان ياخد نفس الدرجة. ما هنا بعد ما حمرته شكله تحفة زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. انا هنا كمان عملت جنبه صينية بطاطس وحبة رز. لو انتوا عايزين طريقة صينية البطاطس قولولي وانا انزل لكم الطريقة ان شاء الله بإذن الله. اتمنى الفيديو يعجبكم وشجعوني بكلمة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.